اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وباحسن حال. حط لي بقى لايك للفيديو، لو بتشوفوني لاول مره يا ريت تشتركوا. النهارده هعمل كده معاكم روتين ان شاء الله يعجبكم. انا كنت كده رايحه اشتري فرخه علشان التحدي. فطبعا المكان قريب مننا، بس الجو كان حر جدا جدا، فركبت كده تاكسي ومشيت بيه على المكان. لان سليمان ما كانش موجود، طبعا كان بيعمل بقى في الرخصة بتاعة العربية ومش كان فاضي. فقلت اروح انا يعني. لما بكون هو موجود هو اللي بروح بصراحة، او ممكن انا اروح معاه. لان زي ما بقول لكم الجو حر، فما الواحد مش بيستحمل يمشي. جيت هنا بقى اخد تين شوكي، طبعا هو نقيت الفرخة ووزنها لي وسبت بنضفها يعني. على ما ينضفها جيت هنا اخدت تين شوكي وقعدت كده على الرصيف وقلت كده اكل. شايفين التين عامل ازاي؟ انا كنت قاعده كده قصاد المحل بتاع الفراخ يا جماعه. رحت بقى علشان اخد ملوخيه. كان اليوم ده سليمان قال انا عايز اكل فراخ مع ملوخيه ورز، التحدي اللي نزل لكم لو تفتكروا. فجيت هنا بقى اخد ملوخيه كده. شايفين هما طبعا بغطوها باسمه ايه ده يا جماعه؟ الشوال ولا اسمه ايه؟ بيخلوه رطب كده وغطاها بيه علشان خاطر الملوخيه تفضل خضرة وما تنشفش. وخدت جتة من دي. طبعا انا بحبها جدا، انا بحب الخضار يا جماعه جنب الاكل. وخصوصا بقى لو موسم الجته والكلام ده، احنا بنقول عليها جته يا جماعه، او قته، في ناس بيقولوا قته. فلما بتكون موسمها وكده دايما بشتريها. يعني بشتريها بدل الخيار، لان الخيار بيكون موجود طول السنه لكن هي لا. واخدت هنا فلفل، كنت عايزه فلفل احمر واخضر كده حامي وبارد، فكنت بنقي كده. علشان الملوخيه بحب احط عليها فلفل احمر. بيكون ظاهر فيها كده وبيبقى شكله جميل جدا في التقديم. كده خلاص اخدت الحاجات اللي انا عايزاها وحاسبت كده. طبعا وانا واقفه بقى ايه لفت انتباهي ان هم حاطين التين هنا في التلاجة. فقلت كده اما اخد تين، يعني انا بحب كل انواع التين يا جماعه. يعني انا كنت لسه جايبه تين واكله اهو، بس شفت ده ضعفت قدامه. فانا بحب اخد من التين ده برضه، بحبه جدا. فكنت بختار كده بحاول يعني اجيب اللي تكون ناشفه شويه، ما تكونش ايه مستويه زياده، علشان ما يبوظش مني على ما اوصل البيت. واخدت كده وجيت اخدت الفرخه اهي. على ما خلصت يعني الحاجات اللي انا عايزاها، جيت لقيته منضف الفرخه ومجهزها. فروحت بقى على البيت كده، ركبت برضو وانا مروحه، ما مشيتش على رجلي. فجيت كده على البيت وحطيت هنا التين بقى للاولاد علشان ياكلوا. عندي ريان وسيليا وليندا بيحبوه، واياد ممكن ياكل يعني، لكن ادم لا يمكن. ادم مستحيل. وجيت هنا بقى حطيت التين التاني اهو في الطبق، في العلبة دي يعني، عشان خاطر احطه في التلاجة عشان مش يبوظ. لان التين ده مش بيستحمل، حتى هو هناك كان حاطه في التلاجة زي ما انت شفتوا ازاي. فانا كنت برص اهو. شفت انا بقول لكم كنت جايباه ناشف شويه برضو، في كذا واحده كده ايه طريت مني من الكياس بقى والكلام ده، فايه خليتهم على جنب علشان اكلهم الاول يعني. شايفين انا كنت بنظم كده الحاجات اللي عندي، وكان عندي طبعا مانجا عشان كده ما اشتريتش تاني. طبعا دلوقتي المحلات كلها وبتوع الفاكهه كلهم عندهم المانجا، لان خلاص يعني هو ده موسمها. خصوصا بقى بتكتر في شهر 8، يعني شهر 8 اللي جاي ده اهو. هتلاقوا المانجا ايه يعني في كل حتة كده. وحطيت بقى هنا الخضار برضو في العلبة دي. بحاول كده انظم علشان خاطر التلاجة عندي ما تكونش مزدحمة، وتكون كل حاجة منظمة كده فيها، تكون حلوة بصراحة. حطيت هنا الفرخة اهو علشان خاطر اغسلها بقى كده وانقعها. ما شاء الله حلوة ازاي دي فراخ شامو بلدي يا جماعة. بلدي ساسو، مش بيضة، من الحمرة دي. طبعا كان عندي شوية مواعين، قلت بقى ايه اغسلهم كده، كنت عاملة عصير بالليل. وكان بقى الاولاد اكلين في كام طبق كده وما اعرفش ايه، فقلت كده اما اغسلهم علشان خاطر ايه. اغسل بقى الفرخة واشوف ورايا ايه. يلا بقى لو عندك كده مواعين ولا عندك اي حاجة، شغلي الفيديو كده وانت بتعملي. وقومي كده شوفي وراك ايه وبتشكركم جدا على كومنتاتكم اللي زي العسل ليا، وعلى الدفعة اللي بتدوهالي، وعلى تفاعلكم معايا، ما تحرمش منكم ابدا يا رب.
يلا يا ليندا. ليندا قاعده معايا اهي. سلمي عليهم، قول لهم ازيكم عاملين ايه. ازيك عامل ايه؟ انت مكسوفه؟ ماما بتعمل ايه كده؟ شخصنا معين. تغسل مواعين. ماشي. لما تكبري كده تغسلي مواعين وتريحي مامي. ها قولي بصوت عالي. شاطره. انا بقى كنت بغسل طبعا زي ما انتوا عارفين الكوبايات الاول، علشان خاطر الكوبايات هي بتكون يعتبر يعني انضف حاجه وفي الحاجات اللي قدامك، وبعد كده بقى بغسل الاطباق المعالق والحلل في الاخر كده يعني. وكده تشجعي يلا معايا، واللي وراه حاجه يعملها علشان خاطر الكسل. الجو ده بيكون مخلي الواحد كسلان جدا جدا. تحسي على فكره يعني احنا كستات المفروض ما نعملش حاجة خالص غير بالليل يا جماعة. بصراحة يعني النهار ده ما ندخلش في المطبخ، لان الجو رهيب رهيب. وبالليل بقى يعني ممكن الجو يبتدي يجيب شوية هوا كده اخر النهار طراوة، فالواحد مش عارف يعمل ايه بصراحة. انتوا بتعملوا ايه في الكلام ده؟ يعني انا احيانا باخد معايا المروحة المطبخ لما بكون بصور لكم روتين زي كده، ممكن اخد المروحة، بس مش دايما، لان لما بشغل بقى البوتاجاز وكده المروحة ما تنفعش مع البوتاجاز خالص. بتطفي البوتاجاز. فلو مش مشغلاه ممكن اشغل مثلا المروحه. يعني انا دلوقتي اهو وانا بغسل المواعين كنت مشغلاها، لو انتوا تلاحظوا يعني ان في شويه هوا كده جايين، فانا كنت مشغلاها بصراحه. خلاص بقى خلصت، ومش حابه اطول عليكم بصراحه المقطع اكتر من كده. وجيت هنا بقى اغسل الرخامه بالحوض كده بالسيراميك اللي ورا الرخامه ده، علشان خاطر يكون نظيف معايا. مين بقى بيحب يوصل للمرحلة دي يا جماعة؟ تحس ان انت كده خلاص مش عايزة حاجة تاني. يعني انت عارفين المرحلة اللي انا وصلت ليها دي، لما الاقي الصابون كده على الرخامة وعلى الحوض وعلى الدنيا كلها كده، اقسم بالله احلى لحظة واحلى سعادة. يعني حرفيا احلى سعادة بوصل ليها، ويمكن ما بكونش عايزة حاجة تاني. تخيلوا. المية بقى لما باجي اغسله كده كمان، الرخام من على الحرف مش عليه حد، يعني مش معمول على حد وكده، المية دي بتنزل بقى تحت بتغرق الدنيا مكان ما انا واقفة كده. مش لاقي حل يا جماعة، مش في حل في الموضوع ده. يعني المفروض اللي كان عمل الرخامة والمطبخ يعمل حرف كده رخام داير 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 كده على الرخام، علشان اي مية تيجي ما ترشحش على تحت يعني. تكون حلوة بصراحة الفكرة دي. ما نرص بقى حاجة سبونج بوب كده تاني، نرجعها بقى مكانها. شايفين قمة الكيات. ده بسيط. ده بسيط جبت بقى الكولمان علشان خاطر املاه، لان انا يعني ايه لما بنصحى وكده وكل يصحى وكده بملى بقى الكولمان واحط في ازازه الميه المتلجه، علشان نفضل طول اليوم كده نشرب منه. زي ما بقول لكم انا ما بحبش احط ازايز ميه في التلاجة، لان افتح اقفل افتح اقفل، وبعد كده تلاقي الازاز كلها اتشربت واترمت وخلاص على كده. وبعدين غير كده الازازه بتحسها بتبرد على طول، يعني بتسخن على طول، مش بتفضل بارده. يعني بتحس ان المية من حرارة الجو اللي ازازة المية بتسخن معاك على طول. لكن لما بحط ازازة المية المتلجة كده في الكولمن بتفضل بصراحة طول اليوم، يعني بتفضل طول اليوم نشرب مية ساقعة من الكولمن، فده حاجة حلوة. احيانا بقى لو شربنا مثلا المية وخلصناها، بكون انا طبعا اول ما بطلع ازازة المية من الفريزر بحط مكانها واحدة تانية. فممكن اروح لو احنا خلصنا مثلا المية، او حاسة المية مش ساقعة زيادة في الكولمن من طولة النهار، بروح مثلا مطلعه الازازه اللي انا حطاها في الفريزر وحطاها في الكولمة تاني. يعني ممكن اعمل الحركه دي مرتين في اليوم لو حسيت ان الميه يعني ايه مش بارده كفايه يعني. لان الميه الساقعه حلوه بصراحه، يعني الميه الساقعه في الاوقات دي حاجه كده جميله. انا هنا بقى قلت اما اقعد علشان خاطر انقي كده معاكم الملوخيه، علشان خاطر ايه. مش كنت قادره اقف بصراحه. وكنت برضه عامله لكم لايف على التيك توك. يا جماعه اللي مش متابعنا على التيك توك والله انتوا فايتكم كتير. يعني الناس اللي كانت معايا على اللايف هي اللي كانت حاضره معايا كل حاجه كده، يعني ايه لايف، فاهمين انتوا؟
حتى لو تلاحظوا انا حاطه الستاند والتليفون اهو. وبعمل برضو معاكم الروتين، يعني في حاجات كتير، يعني في حاجات كتير بتفوتكم بصراحه ان انتم مش متابعيننا هناك. فروحوا بقى تابعونا، واللي مش منزل التيك توك ينزله، وكده كده الحساب بيكون معمول بتاع الفيسبوك وبتربطوه عليه. يعني الموضوع مش صعب، يعني بيكون حاجه حلوه بصراحه. كده خلاص خلصت الملوخية وخلصتها كلها، وجبتها هنا بقى علشان اغسلها كذا مرة كده وتنزل المية او الطين اللي فيها. الكيس الابيض اللي انتوا شايفينه ده كان سليمان بقى بعد ما خلص الاوراق وكده راح على ماما فادته عيش لنا، وادته دكر البط اللي انتوا شايفينه في الكيسة البيضة اللي على الرخامة ده دكر البط بقى اللي عملناه مع الفتة. هو ده بتاع ماما، لان انا تاني يوم يعتبر عملت الفتة ودكر البط تاني يوم الملوخية ده. شفت بقى الروتين متأخر عليكم ازاي؟ معلش بقى يا حبايبي، معلش اعذروني. كده غسلت الملوخية كويس جدا وحطيتها على الصينية. وعلى فكرة عملت الحركة دي مرتين، يعني انتوا لو تلاحظوا اصلا المية اللي الملوخية منزلاها عاملة ازاي، علشان عليها تراب وطينة، فلازم كده تغسلوا الملوخية كذا مرة. انا رجعتها تاني اهو عشان اغسلها تاني، وهشطف برضو الصينية تاني عشان ما يكونش عليها اي رملة. انا بفردها بقى على الصينيه دي، بصفها كده من الميه وافردها على الصينيه دي واحطها قدام المروحه، او لو في شمسه تحطها في الشمسه. تنشف معاكي في ثانيه، تنشف معاكي في ثانيه كده وتخرطيها. انا بقى حطيتها قدام المروحه، كان المروحه كده كده شغاله فحطيتها قدامها اهو. بوزعها كويس جدا على الصينيه عشان كلها تنشف معايا. هنا جيت ولعت البوتاجاز علشان خاطر اطبخ. كنت الاولاد كانوا عايزين شعريه بسكر، كانوا طالبينها مني وعمالين يقولوا عايزين شعريه بسكر شعريه بسكر، فقلت لهم ماشي. حمرت لهم كده شويه شعريه اهو، وهحط عليها السكر وهسيبها بقى على النار واطلع اكمل اللي ورايا. انا قلت اما اعملها لهم على ما اطبخ علشان خاطر هم كانوا عايزين ياكلوا وبيحبوا اصلا جدا الشعريه بالسكر دي. فكروني بنفسي وانا صغيره كنت زي كده، كنت بحب ماما تعمل لنا شعريه بسكر جدا. في ناس بقى بتعملها وبحط عليها حليب، يعني تحط عليها حليب بعد ما تستوي زي كده تروح حاطين عليها الحليب، بتكون جميله. طبعا انا مش عايزه اوصف لكم المكان كان عامل ازاي من الملوخيه اللي انا عملتها. طبعا اصلا انتوا ما شفتوش سيليا كمان اجت تعمل معايا الملوخيه، وليندا، وكله كان قاعد بيعملها معايا، فانتوا ما حضرتوش الكلام ده. فلكم ان تتخيلوا بقى سيليا كانت تعمل ايه. شايفين المكان اصلا تحت السفرة بقى عامل ازاي، مع ان انا كنت ماسحه ومنضفه وكل حاجه. فهرجع بقى اعمل ده كله تاني، هرجع انضفه كله تاني علشان خاطر يكون نظيف معايا. طبعا السيراميك نظيف وكل حاجه اللي تحت السجاد، بس الاحرف اللي بتكون باينه دي اللي مش متغطيه بالسجاد هي اللي متبهدله بصراحه. تتبهدل بقى من الاولاد رجليهم لو طلعوا بره في الجنينه مش عارفه ايه. فدايما دايما بعملها بالشرشوبه علشان خاطر تكون نظيفه معايا. انا بقى كنت بلم السجاد من الناحيه دي والناحيه دي علشان خاطر ايه، اكنس الاحرف بتاعته برضو لان بيكون تحتها تراب. وكنست كده السجاده من فوق اهو. لسه جايب المقشه دي جديده يا جماعه، قولوا مبروك. تحس الواحد يعني ما بجيبش حاجه جديده لما الحاجه الاولانيه ايه تنتهي خالص، عارفين انتوا الانتهاء الخالص ده. كده بكنس برضو كويس جدا. انا نقلت الجزامه يا جماعه، شلت الجزامه من تحت المرايه اهو ووديتها ورا هناك. طبعا المكان اصلا اللي ورا اللي عند المرجحه ده بنحط فيه الستاند بتاع النور والاستندات يعني وكده، فبكون لامم حاجه التصوير بصراحه، وبكون بعيد عن الولاد عشان محدش يبهدلها والكلام ده. فانا عشان كده ما كنتش عايزه احط الجزامه هناك. بس بقى ايه، كل ما بصور معاكم فيديو الجزامه تيجي فيه فالناس بتفضل تقول اشمعنى حاطه الجزامه في البيت، مفيش حد بيحط الجزامه في البيت. على فكره يا جماعه احنا عندنا الجنينه بره، الكلاب بتخش من بين الشجر، والله العظيم ممكن اطلع بره الاقي بالتلات اربع كلاب في الجنينه اللي بره بتاعتنا دي. فالكلاب دي عملت ايه بقى، كان الاول الاولاد بيقلعوا جزامهم بره والكوتشيات، وممكن ننساهم شويه بره معرفش ايه. تخيلوا ان الكلاب دي اخدت تلات فرد كوتشيات من بتوع الاولاد عندي، وكانوا جداد لان ما تلبسوش الا لبسه واحده.
انتوا متخيلين تلاقوا فردة وفردة لأ؟ والله العظيم انا زعلت جدا على الكوتشيات دي. كنا جايبينهم من ألمانيا، وكوتشيات ماركة ونظيفة وحاجة حلوة، يعني حاجة حلوة مش لبسوها. واللي يزعلنا اكتر ان هما مش لبسوها ولا تهنوا بيها. فالكلاب اخدوا الكوتشيات ومش لاقيينهم. فانا دلوقتي اصبح عندي 3 فرد من 3 انواع من الكوتشيات. فالواحد زعل عليهم. فانا بقى بعرفكم ان في ناس كتير بتقول طلعي الجزمه بره. لو طلعت الجزمه بره يا جماعه مش هلاقي ولا جزمه عندنا ولا شبشب حتى. فدي فكره ان انا حاطه الجزمه في البيت جوه. بس نقلتها، يعني حطيتها كده في الدارة ورا كده بعيد عن الوش. وكده بقت احسن بصراحه. وبقت منضفه الحته اللي عند الباب، لان كان دايما عند الباب محطوط جنب الباب على طول كده الجزم محطوطه على البلاط. مع ان كنت دايما بقول لهم اللي يقلع جزمه يعني ولا شبشب يرصها في الجزمه، بس ايه، احيانا بقى كانوا بينسوا. احيانا ما اعرفش من كتر ما بيطلعوا ويدخلوا فما مش بينتبهوا ان هم يحطوها في الجزمه. فبقى الموضوع الصراحه متعب بالنسبه لي يعني. فخلاص بقى زي ما بقول لكم ايه، حطيتها ورا ودارت شكلها. هنا بقى خلاص الشعرية استوت، يعني على ما مسحت كده الارض بره كانت هي استوت، هي متاخدش نار اصلا. وحطيت لهم كده واديتهم ياكلوا. وحطيت هنا بقى بصلايه وطماطمايه وورق لورا وملح وفلفل اسود وكمون، علشان خاطر دي الشوربه بتاعت الفرخه. وهنا جيت اقطع كده بصلايه علشان اعمل الحشوه بتاعت الفرخه اهي. الرز ده كنت نقعاه يا جماعة، نقعته كده حوالي ساعة. مش عايزة تنقعيه، اعمليه على النار خليه يستوي 50% كده، وبعد كده احشي بالفرخ. حطيت بقى التوابل، الكمون والفلفل الاسود والملح والكزبرة والبصلة وفص توم بقى. يا سلام يا سلام، بخلي الحشوة معاك جميلة. وشوية زيت اهو، كله كده على بعضه. هقلب كويس جدا، وهبتدي بقى ان انا احشي الفرخة. احشيها من جوه ومن تحت الجلد، من عند الوراك كده والصدر، علشان خاطر ايه، لما تقطعي كده حتة الفرخة بالجلدة كده يعني بين الجلدة والنسيرة كده تلاقي الحشوة. يا سلام، كأنك بتاكلي في حمامة، والله العظيم كأنك بتاكلي في حمامة محشية كده، تكون فظيعة. انا بوزع بقى الرز كويس جدا، وبستبوز السكينة كده بدأت ان انا افتح الصدر من تحت الجلد علشان خاطر ايه، تستوي يعني معايا والشوربة تخش فيها كده، واضمن انها استوت وبقت حلوة كده. خلاص المية غلت، هحطها بقى واغطي عليها واسيبها. طبعا انا بقلبها على الوشين يا جماعة. الفراخ بتتقلب على الوشين، يعني على الظهر وعلى على الصدر، عشان تستوي معاك كويس. جيت هنا بقى اخد الهدوم اللي هطلع انشرها في البلكونة. كان حاطه كده دور، وكان عندي دور في الطبق من الاول، فكانوا دورين يعني. طلعت انشرهم بقى علشان اخلص منهم. وقلت قبل ما الجو يضلم يعني. شايفين الجو كان بيضلم ازاي كده، كنا خلاص داخلين على المغرب. فانا الصراحة يعني الواحد ما يقدرش يطلع البلكونة قبل الجو ده يا جماعة، والله العظيم بقول لكم بجد. يعني بعد العصر، يعني بعد العصر بعصر يعني، وانتوا كده داخلين على المغرب تطلعوا تنشروا هدومكم او تلموا بقى اللي انت ناشرينه. بتحسي ان الجو طري كده شوية وحلو، تحسي ان انت ايه، خلاص قادرة تقفي ومستحملة الجو يعني. طبعا بنشر بقى التيشيرتات الاولاد اللي بتكون قصيره كلها كده قدام، وورا بقى بنشر فوط، ملايات، اكياس، مخدات، جلاليب ليا، تيشيرتات كبيره لسليمان. يعني ايه، احنا دايما بنبتدي بالحاجه القصيره قدام. هو احنا كده كمصريين يعني بنحب ننشر كده. في ناس والله العظيم تنشر النشير دي ترص رص كده، يعني كأنها ماشية على المسطرة. ما شاء الله في ناس يعني عندها فن كده النشر الهدوم ده يا جماعة. فاهمين، في ناس عندها غية كده. طبعا الجو خلاص ضلم اهو كده، كان المغرب أذن لما خلصت ونشرت. ومش عارفة بقى انتوا شايفين الهدوم ولا مش شايفينها، بس انا بوريكم يعني. هنا نزلت علشان خاطر اخرط الملوخية. طبعا كنت بحط عليها فلفل احمر واخضر اهو، وقرن كده شطة احمر، وطبعا توم. وهبتدي ان انا اخرطها كلها اهو. انا بحب اخرط التوم والفلفل مع الملوخية، بتديك طعم حلو، بتديك ريحة كده ونكهة حلوة مع الملوخية لما بيتخرطوا مع بعض، غير لما بتحطها في الشوربة يا جماعة. يعني غير لما تحطوا الفلفل والثوم مع الشوربة نيين كده، لا،
لما بتخرطي برضو مع الملوخية كده. يعني احنا من العادة بتاعتنا وماما وكله بنخرط توم وفلفل على الملوخية اثناء ما احنا بنخرطها، وبنروح حاطين توم وفلفل تاني في الشوربة. طبعا احنا مش بنحط بكميات يعني، بس بكميات معقولة. وعايزة تعملي بقى الطشة اللي بالثوم دي، بتعمليها الطشة بالثوم وبالسمنة دي. براحتك انت يعني. بس كل ما بتظبطي الكلام ده بتدي بصراحة، بتاكلي طبق ملوخية يعني حاجة كده خرافة. خرافة خرافة. مش عارفة ايه خرافة دي، خرافية يعني، حاجة كده فظيعة بصراحة. صراحة انا عندي سليمان هو اللي بيحب يخرط الملوخية، هو اللي بيحب كده يقعد على الملوخية ويخرطها. تحسوه بيتمتع كده يعني ايه، مش بيخرط وخلاص، لا، تحس فيه متعة كده وهو بيعمل الحاجة دي. انا بقى حطيت الشعرية تتحمر للرز، وعملت هنا عصير مانجا علشان ادي الاولاد كده يشربوا. حطيت لهم كل واحد كوباية اهو، ولسليمان كوباية. انا اخدت كده بق من دي وخلاص، على كده اديتهم بقى هما الكل كل واحد كوباية. وايه، وقلت لهم روحوا اشربوا بقى، بس خف عن راسي يعني، علشان خاطر كانوا كل شويه يطلبوا طلبات مني. فقلت لهم امشوا بقى بعيد عن راسي علشان اشوف ورايا ايه. كده كنت نقلت الفرخه هناك وحطها على وشها، والشعريه بقى اتحمرت ونزلت عليها بالرز. مفيش اسهل من الطبخه دي يا جماعه. طبخه سهله جدا ومش متعبه، وغير كده جميله جميله في اكلها، خصوصا في الصيف. الخضار في الصيف مش حلو، بيكون تقيل، ما بتكونيش عايزه تاكلي. لكن الاكله دي جميله، عشان كده سليمان طلبها. شايفين بقى لما الملوخيه اتخرطت مع الفلفل والثوم؟ شايفين بقى الالوان يا جماعه؟ هتلاحظوا ان في الوان ابيض واحمر واخضر، يعني كذا لون كده مع الملوخيه. الصراحه حاجه تحفه، حاجه خطيره والله. انا حطيت الملوخيه كلها طبعا، انا بالنظر يا جماعه، بالنظر كميه الملوخيه على كميه الشوربه. ولو حسيتي ان هي تقيله معاكي ومش زي ما انت عايزاها، زودي كبشة شوربة، مش بيحصل لها حاجة. حطيت معاكم مكعب كده ماجي، مع ان الشوربة مش كانت محتاجة، بس ايه، حبيت اعزز الطعم اكتر يعني. بالمضرب بقى وبقلب. شايفين الفرخة اتفتحت ازاي يا جماعة؟ يلا مش مشكلة، انا سهيت عليها، سبت النار عالية شوية فعلشان كده اتفتحت مني. انتوا بقى خلي بالكم يعني، وطوا النار خالص كده عليها علشان خاطر تستوي معاك والجلدة تفضل موجودة. ونسيت اصور لكم السفرة كالعادة كنهاية الفيديو، فحطيت لكم اللقطة دي. يا رب كده الفيديو يكون خفيف عليكم ويكون عجبكم، ودعموني عليه باللايكات الكتير، ومع الف سلامة.